لماذا لا تعمل القطارات عالية السرعة بشكل طبيعي في الطقس الممطر أو المتجمد؟ يرتبط هذا الأمر بشكل كبير بذراع التجميع الكهربائي البانتوغراف، وهو الجزء المسؤول عن نقل الكهرباء من الخطوط العلوية إلى القطار. استغرق تطوير هذا المكون عدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي. في البداية صمم المهندسون بانتوغراف بسيطا يمكنه التحرك لأعلى ولأسفل، وعند اتصاله بالخط العلوي يحصل المحرك الكهربائي للقطار على الطاقة اللازمة للحركة. ولكن سرعان ما ظهرت المشاكل، حيث كان البانتوغراف هشا وسهل الكسر، كما أنه لم يكن مستقرا بدرجة كافية. لحل هذه المشكلة قام المهندسون بتصميمه بزاوية مائلة، لكنه تسبب في تلف الخطوط العلوية، مما دفعهم إلى إضافة قضيب دعم ومجرى توجيه. ولكن بعد عدة اختبارات تبين أن مجرى التوجيه يتعرض للتآكل بسرعة، مما يؤدي إلى سوء الاتصال بين البانتوغراف والخط العلوي. لذلك قام المهندسون بتغيير شكل البانتوغراف، كما عدلوا الخط العلوي ليصبح منحنيا بدلا من أن يكون مستقيما. ثم أضافوا طبقة من الكربون إلى البانتوغراف لتقليل الاحتكاك مع الخط العلوي، وهو ما حل مشكلة التآكل إلى حد كبير. لكن مع زيادة سرعة القطارات بدأ البانتوغراف يتعرض لتأثيرات التيارات الهوائية، مما أدى إلى تآكل سريع له مرة أخرى. اضطر المهندسون إلى إعادة تصميمه مرة أخرى ليكون أكثر مقاومة للهواء، لكن التصميم الجديد جعل عملية الصيانة أكثر صعوبة. وأخيرا تم اعتماد تصميم البانتوغراف ذو الذراع الواحدة، وهو أخف وزنا وأبسط في التركيب وأسهل في الصيانة، لذا لا يزال يستخدم حتى اليوم. في الظروف العادية يعمل البانتوغراف دون مشاكل، ولكن في الطقس الممطر أو المتجمد يمكن أن تتراكم الثلوج والجليد على الخط العلوي، مما يؤدي إلى ضعف الاتصال الكهربائي بينه وبين البانتوغراف. في بعض الحالات يمكن أن يحدث تفريغ كهربائي، شرارات، يعرف باسم ظاهرة القوس الكهربائي. وإذا كان الجليد كثيفا جدا فقد يؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القطار، مما يجعله غير قادر على العمل بشكل طبيعي.